انا عارفه انك كل يوم محتاره وبتغلبي في الغدا، علشان كده جيتلك بوصفه ولا هي مكرونه بالبشاميل ولا هي لازانيا. صينيه خطيره وهتنجزك على طول في الحر اللي احنا فيه. صينيه سهله وبسيطه وهنعملها من حاجه كلنا بنرميها لما بتبات عندنا وبتنشف. هنعملها بطريقه سهله وحلوه وبجد طعمها بجد فوق الخيال، روعة الروعة. تعالوا يلا نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف الصينية دي عملناها بإيه. أول حاجة معانا 4 ترغيفة من الفينو. جبنا الفينو وكان ناشف، وعايزة أقول لكم بصوا الولاد ما رضيوش ياكلوه بسبب إن كمان مش عارفين نفتحه بالسكينة علشان هو كان ناشف جدا. وعايزة أقول لكم هتشوفوا شكله هوريه لكم معايا كان عامل إزاي. بعد كده جبته وابتديت إن أنا أقطعه بالشكل ده، وجات لي بقى الفكرة دي إن أنا أعمله حاجة في الغدا، علشان طبعا مرميهوش حرام، يعني ما بقتش حاجه المفروض تترمي معانا دلوقتي. بصوا شكله من قدام عامل ازاي، بجد يعني ما يتاكلش، مش عارفه ايه ده. المهم جات لي الفكره دي وقلت لا لازم اصورها واوريها لكم علشان تستفيدوا، لو عندكم فينو زيي تقدروا تعملوا بيه ايه. جبت الفينو وقطعته زي ما انتم شايفين كده، وبحاول على قد ما اقدر اقطعه قطع متساويه. بعد كده في كزرولة على النار او حله صغيره هبتدي انزل بمعلقه كده من الزيت ومعلقه من الزبده او معلقه من السمنه. هنزل كمان عليها بمعلقتين من الدقيق يكونوا كبار بس ممسوحين معانا، ما يكونوش مليانين. وبعد ما الدقيق ابتدى ان هو يتحمر معانا وياخد لون كده شويه، ابتديت اجيب 4 كوبايات من الحليب. ممكن تستخدمي هنا كوبايتين من الحليب عليهم كوبايتين من الميه، او كوبايتين من الحليب عليهم كوبايتين من الشوربه، اي شوربه عندك تقدري تستخدميها. اللبن او الحليب بيكون بارد معانا، والشوربه او الميه بتكون برضو بارده معانا. قلبتهم كويس وابتديت ابهرها، احط عليها شويه ملح وشويه فلفل اسود عادي جدا بالشكل ده. بصوا سهله وبسيطه، وكده بقى معانا صوص بشاميل حلو جدا وخفيف. في اي صينيه عندك كده او اي قالب او اي طاجن عندك، تبتدي تجيبي الطاجن بتاعك او الصينيه وتبتدي تديله كده مسحه من الزبده او مسحه من اي ماده دهنيه عندك. هنزل بالبشاميل بتاعنا، وده بشاميل خفيف. هبتدي ان انا ارص كده في الفينو زي ما حضراتكم كده شايفين بالشكل ده. والخطوه دي هنا بديل المكرونه، لو انت حابه تعملي صينيه مكرونه بالبشاميل تقدري تحطي مكرونه طبعا مسلوقه. هحط هنا الفينو بالشكل ده، وعايزه اقول لكم الفينو بيتشرب الصوص وبيبقى بجد خطير. فكره حلوه جدا وسهله وغدا سريع تقدري تعمليه، والولاد كمان هيفرحوا بيه لان هم عامه بيحبوا الاكلات السهله السريعه اللي بيبقى فيها صوص بشاميل. هنا بقى كان عندي لحمه متعصجه، التعصيجه العاديه جدا، بنزل باللحمه المفرومه وبعد ما اشوحها معانا وتنزل الميه اللي فيها هبتدي احط عليها بصلايه مفرومه وكمان بشر من الجزر وكمان معلقه من صلصه طماطم وطماطمايه متقطعه مكعبات، وبهرها بالملح والفلفل. كده اول ما بتستوي معانا ببتدي ان انا اقفل عليها. بقى جبت كده اللحمه رصيتها بالشكل ده، حطيتها وابتديت احط عليها الصوص اللي احنا عملناه مع بعض. بصوا سهل جدا وبسيط، والصوص هنا خفيف مش عايزاه تقيل علشان الفينو ما يبقاش تقيل معانا، ويبقى طعمه لما يتشرب كده من الصوص يبقى طعمه خفيف ويبقى حلو معانا. وهنا بقى ابتديت اجيب فلفل الوان، والخطوه دي اختياري، حبيت ان انا اعملها وش كده بيتزا وده اختياري. ده. حطيت بقى عليها فلفل الوان عشان كمان يزيد من القيمه الغذائيه بتاعت الصينيه بتاعتنا او الطاجن بتاعنا. حطيت كده، وكان عندي فلفل هالوبينو ابتديت ان انا احطه، ممكن تستبدلوه بزيتون وممكن تشيلوه خالص لو انتوا مش حابين. يا ريت بقى يا بنات لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير للفيديو. وبعد كده هبتدي ادخلها الفرن في الرف اللي تحت علشان تبتدي ان هي تستوي معانا. ويلا بينا على الفرن، يلا بينا. هدخلها الفرن بتقعد معانا بالظبط تلت ساعة، ويبتدي اطلعها علشان ابتدي احط عليها كده ميكس الجبن عشان يديها شكل وطعم حلو جدا معانا. هنا بقى حطيت ميكس الجبن وابتديت برضو ادخلها تاني الفرن، ولعت عليها الشواية عشان الجبنة تبتدي ان هي تسيح وفي نفس الوقت تدينا لون حلو جدا. يلا بينا على الفرن، يلا بينا. وهنا بقى طلعتها بالشكل ده، بصوا شكلها حلو جدا ولونها خطير. ابتديت كده اقطعها، واول ما شافوها افتكرونها مكرونه بالبشاميل وكانوا مش عايزين ياكلوا مكرونه بالبشاميل، فقلت لهم دي حاجه تانية وذوقوا طعمها وان شاء الله هتعجبكم. عجبتهم جدا جدا وكان طعمها خطير. انا ما استنيتش طبعا لما تبرد قطعتها، ممكن تستني لما تبرد وتبتدي ان انت تقطعيها. لو استنيتي ان هي تبرد هتطلع معاكي وتطلعيها هتبقى قطعه واحده متماسكه. بس طبعا انا كنت مستعجله وكان الوقت بقى متاخر، فكانوا عايزين يتغدوا حالا. تقدري تحمري كمان جنبيها بطاطس او تاكلوها كده بالف هنا وشفا. طعمها حلو جدا وسهلة وبسيطة وفي نفس الوقت سريعة. كنت معاكم مي أمين، واستنوني في وصفات تانية جاية كتير.